في الدقيقة 68 من زمن المباراة ركلة الجزاء المحتسبة لخالد الغامدي مهاجم نادي النصر مع اللاعب معتز هوسان. كان عليها جدل كبير كابتن محمد. طبعا بالنسبة هنا نلاحظ الهدف من المهاجم والمدافع، الكل يبحث عن لعب الكرة. مدافع النادي الأهلي فعلا نجح بلعب الكرة، ونشاهد الحالة أمامنا. طبعا تسلل، لا يوجد تسلل لأنه في هناك أكثر من مدافع النادي الأهلي كانوا على قرب من منطقة الجزاء ونقطة الجزاء عفوا، وبالتالي لا يوجد تسلل. استمرار اللعب هو قرار صحيح من المساعد الأول. نشاهد اللعب الآن. نجح مدافع النادي الأهلي بلعب الكرة، وطالما نجح بلعب الكرة ولم يحدث منه أي مخالفة فالقرار غير صحيح من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة جزاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة. لكن الحكم احتسب بصافرته ركلة جزاء غير صحيحة في الدقيقة 68 من زمن المباراة. ونشاهد عملية التنفيذ اللي حدثت الآن. هنا في دخول لمهاجم ومدافع، رغم أن الحكم كان حريص في الناحية القريبة من اللاعبين بيأشر معاهم أن لا أحد يدخل داخل منطقة الجزاء، ولكن قبل التنفيذ في دخول لمهاجم ومدافع داخل منطقة الجزاء يجب أن يعاد تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة. الحالة الأخرى